نخش بقى في الحاجة المهمة جدًا اللي هي العيوب اللي ما حدش بيحذّر منها. أول حاجة في العربيات الكهربا مشكلة الشحن في مصر، وده بيعتبر أكبر تحدي. محطات الشحن السريع قليلة جدًا للأسف، وخصوصًا خارج العاصمة القاهرة وإسكندرية. محطات الشحن نادرة، فمش هتقدر تسافر لمدن بعيدة بسهولة. بالنسبة لشاحن البيت العادي اللي هو ال220 فولت، هتستنى من 8 ساعات ل12 ساعة عشان تشحن العربية بالكامل. تكلفة تركيب شاحن منزلي سريع اللي هي محطة شحن سريع في بيتك يعني fast charger ممكن تكلفك من 20,000 ل50,000 جنيه. البطارية من العيوب برضو، البطارية بتفقد كفاءتها مع الوقت. بعد تقريبا من 5 ل8 سنين البطارية ممكن تخسر 10 ل 20% من كفاءتها. يعني المسافة اللي تقدر تمشيها بعد كل شحنة بتقل زي الموبايل اللي في ايد حضرتك بالظبط. لو البطارية اتلفت تماما وحبيت تغيرها، فأحب أقول لحضرتك سعرها ممكن يوصل ل 30 إلى 50% من سعر العربية الجديدة. الحر الشديد بيأثر على البطارية. في الصيف كفاءة الشحن والمسافة المقطوعة ممكن تقل بنسبة من 10 ل 15%. ولو العربية واقفة في الشمس فترات طويلة ده بيقلل من عمر البطارية. قطع الغيار مشكلتها إنها نادرة وغالية. ولو حصل لا قدر الله حادثة ممكن تستنى أسابيع أو شهور عشان قطع الغيار توصل للتوكيل، وخاصة في الموديلات الحديثة. والورش المتخصصة في صيانة العربيات الكهرباء قليلة جدا في مصر. المشكلة الأكبر بقى وهي مشكلة إعادة البيع الريسيل فاليو. السوق المصري لسه مش متقبل العربيات الكهرباء، ولو حاولت تعرض عربية كهرباء هتلاحظ قلة الطلب عليها في سوق المستعمل، وده بيخلي قيمتها تنزل بسرعة بمجرد ما تشتريها. والمشتري هيحط لك سعر قليل جدا لانه هيخاف من مشاكل البطاريات المستعمله، وهيحسب فاضل عليها قد ايه وتنتهي. وفي مشكله مهمه وهي السعر المبالغ فيه للعربيات الكهرباء.